وحنا صغار تقريبا كلنا تفرجنا في الرسوم المتحركه وكنا معجبين بالشخصيات ديالهم اللي كانوا ظريفين بحال توم وجيري، ميكي ماوس وسبونج بوب. ولكن في هذا الفيديو ما جيتش نعاود لكم على الجانب المشرق من الكرتون، ولكن جيت نعاود لكم على الجانب المظلم من الكرتون وعلى ارعب الحلقات اللي كاينين في الكرتون ولا كتعتبر حلقات مفقوده اي محذوفه وما عمرهم دازوا في التلفازه. وفي هذا الفيديو غندوي لكم على جوج حلقات مفقوده، الاولى ديال ميكي ماوس والثانيه ديال سبونج بوب. غير هو قبل ما تنساش معاك داك اللايك حيت شي التفاعل نقص في هاد الايامات الاخرين. الا كنت كتفرج دير معاك داك اللايك راك ما خاسر والو وراك كتعاوني نزيد تموتيفا ونلح لكم حلقات جداد. وبلا ما نزيد نطول عليكم في المقدمات ويلا نبداو. الرسوم الاول اللي غندويو عليه هو الرسوم ديال ميكي ماوس، الرسوم اللي تفرج فيها الكبير قبل الصغير. كنتحداك دابا تمشي عند جدك ولا جداك وتسولهم على هاد الرسوم هذا، ضروري ما غيكونوا تفرجوا فيه. كيفاش ما غيكونوش تفرجوا فيه والرسوم خرج في 1930 غير الا كان ساكن تحت شي حجره ولا في شي كهف. هذه هي الحاله الوحيده اللي ما غاديش تكون عارفه الرسوم ديال ميكي ماوس. المهم هاد الرسوم ديال ميكي ماوس فاش يلاه خرج شحال هادي كانوا الحلقات ديالو كيخرجوا بالبيض والكحل وكانوا كيتباعوا غير في الكاسيط، حتى غيجي هاد السيد هذا اللي سميتو ليوناغ مالطا وقرر انه يطور هاد الرسوم هذا حتى ولا بهذا الشكل اللي كنشوفوه اليوم. المهم في ديك المرحله قرر انه يدير مراجعه لكاع دوك الحلقات القدام، وفاش كان كيقلب في داك الارشيف غادي يلقى هاد الحلقه هادي، والحلقه كانت غريبه شويه. وفي ديك الحلقه كنشوفوا ميكي ماوس كيتمشى وكان كيبان عليه الحزن، وهذه حاجه شويه غريبه حيت هاد الشيء عكس داك الشيء اللي مولفينه. حيت المولفين كنشوفوا ميكي ماوس ديما فرحان وكيلعب وما عمرو كان حزين بحال هكا، والمشهد كيبقى بحال هكا ل 10 دقائق كامله. وفي مشهد اخر كنشوفوا ميكي عاوتاني ولكن الملامح ديالو غاديين وكيتبدلوا من ملامح حزن لملامح ديال الضحك، وغادي ترسم في وجهه واحد ابتسامه شريره وغادي وكتزاد شويه بشويه. وكان في الخلفيه ديال الفيديو واحد الغواط اللي مرعب وكان غادي وكيتزاد، ومن بعد كيبان لنا الوجه ديال ميكي وكتسالي الحلقه، ولكن غادي يطلع لنا واحد الكتابه مكتوبه بالروسيه اللي ما فهمتش المعنى ديالها. الا جيتي تترجمها للعربيه غيطلع لك ان كل الناس اللي كيقدروا يشوفوا الجحيم كيدخلوا ليه. واش هاد الحلقه كتمثل الجحيم؟ ما عرفتش. وفي نظرك اش كتعني هاد الحلقه؟ كتبوا لي في التعليق نتشوق نعرف الاجابه ديالكم وندوزو للكرتون الثاني. وخلينا دابا ندوزو للحلقه المحذوفه اللي في كرتون سبونج بوب. وهاد الحلقه ديال سبونج بوب فايت لها تعرضات مره واحده في التلفازه وفي القناه ديال نيكولوديان، ومن بعد الشركه كتقول انها تعرضات للاختراق وبلي داكشي علاش تسربات هذيك الحلقه. وهاد الحلقه تعرضت في سنه 2005 في 25 شهر 7، والحلقه كانت بعنوان هيلب يعني عاونوني، وكان العنوان كيسيني يعني كيبان وكيمشي، وكان واحد الصمت اللي غريب. وكما كنعرفوا بلي ان الحلقات ديال سبونج بوب فاش كتبدا كتكون الموسيقى في الخلفيه واحد الشخص كيقول العنوان ديال الحلقه والحلقه كتبدا طبيعي، ولكن هاد المره كانت شويه غريبه. كنشوفوا غير ديك الكلمه ديال هيلب اللي كتبان وكتمشي وكان تما واحد الصمت اللي غريب. المهم الحلقه كتبدا طبيعي في الاول وكانت عباره على لقطات من واحد الحلقه اللي سميتها حذائك غير مربوط اللي تعرضت في المواسم اللي قبل، وكان فيها سبونج بوب الصباط ديالو اولا الحذاء ديالو ما مربوطش ليه السيور. وفي الحلقه كنشوفوا سبونج بوب كل مره كيطيح بسبب الصباط ديالو وهو غادي لمقرمشات سلطع، وفاش غادي يوصل لمقرمشات سلطع الوضع غادي يولي جد غريب وبسيط، غيبدا بحال الا كيتقليتشا. وسبونج بوب بدا كيضرب راسو مع الارض حتى بدا كينزل الدم من وجهه. ومن بعد كنشوفوا مشهد لسبونج بوب هو طايح في وسط الكوزينه، وواحد المشهد اخر عباره على شاشه كحله وسبونج بوب مقلوب على راسو وكانوا عينيه باللون الابيض وكان الشكل ديالهم جد مرعب. ومن بعد هذا الشيء كنشوفوا مشهد اخر للبيت ديال سبونج بوب من برا، وكينتقل المشهد مباشره للسريع وكنشوفوا سريع جالس كيشوف في الساعه وكانت معلقه على الحيط والشكل ديالها كان غريب بزاف. وكنسمعوا واحد الموسيقى اللي مزعجه، فاش كتسمعها كتحس بانك غير مرتاح. وكيستمر هذا المشهد لدقيقه كامله. فجاه كيبان لنا سبونج بوب والشكل ديالو كان جد مرعب وكان مبتسم وما كيدير حتى حركه، فقط انه مبتسم بديك الطريقه المرعبه. واخر حاجه كنشوفوا سبونج بوب هو طايح على وجهه في الظلام وكنسمعوا الموسيقى ديال النهايه. ولكن كان الصوت ديال هاد المره جد مرعب وكتولي الشاشه سوداء لثواني، ومن بعد نيكولودين كيحطوا تنبيه بلي ان كان عندهم مشكل تقني. والغريب ان من بعد هذا الشيء حتى واحد منهم ما خرجوا في السيره شنو اللي طرا اولا اش كتعني ديك الحلقه، والناس كتقول بلي ان هذاك اختراق للقناه، ولكن كنظن ان هذه هضره خاويه وان شي واحد اللي تعمد انه يلوح ديك الحلقه. وانتم اكتبوا لي الراي ديالكم في التعليق على هذا الموضوع هذا، وهذا الشيء ما كان في هذا الفيديو هذا. الى عجبك الفيديو ما تنساش معك داك اللايك واشترك في القناه باش يوصلوك الفيديوهات الجايين، وتهلاو.
التطبيق ديال امينو، التطبيق اللي غادي يتحول من تطبيق ديال الدراري الصغار لكابوس وكيهدد السلامه ديالهم. فالا كان ولدك ولا خوك الصغير عندهم التطبيق هذا غادي تنستاليه دابا من التليفون ديالو، حيت بسببه تقدر تدمر الحياه ديالو، حيت جا التطبيق اعمق مما كتخيل. في هذا الفيديو ما غنقول لك دير لا لايك لا اشتراك، فقط خليك معايا وركز مزيان حيت غنكشف لك الاسرار ديال التطبيق هذا. الفيديو راه كاين في القناه ديالو في يوتيوب، صاو دخلوا تفرجوا فيه او تهلاو.